هذه الصورة اللي قبل شوي أخذناها، نشوف عدد المشاهدات كم. خلي الصورة تصفى شوي. الحين 5000 عدد المشاهدات، واللي صور الشاشة 20. طبعا كل ما زدنا بالأرقام ممكن نسوي 2 مليون 10 مليون اللي تبون. خلنا أحط لكم إياها بالملايين. لحظة، زود مشاهداتي تكفى. حط 1000 ولا 10000 ولا أي، خلاص حلو كذا. يلا واللي تحت مثلا ولا زود، عشان وراي إعلانات وراي شركات تنتظر. تكفى، لا تفشلنا. ها تم بزنس. مش معقول 5 مليون مشاهدة في 8 دقائق. لا نفتح الحين. طبعا زي ما تشوفون ما شاء الله تبارك الله 5 مليون. وش تصوير الشاشة 6400. أنا بسوي عروض اللي حاب أسوي لهم إعلانات ب5 مليون مشاهدة. الإعلان عندي يعني ممكن أسويه ب170 ريال، عرض خاص. حبيت انكم تشوفون هالمشهد هذا على الطبيعة. والله في واحد من كبار المشاهير يقول للناس اني انا متابعيني 2 مليون، والله ما عنده الا قرابة 180 الف، ويقول 2 مليون. وعن طريق مثل هالبرامج هذه يعني يضلل الناس ويضلل الشركات ويطلع على قنوات ويصور شاشاته لأجل كسب مادي ولأجل نصب واحتيال. فلا تصدقون كل شيء تشوفوا عيونكم. وهذا الوسط للأسف فيه تلاعبات كثيرة جدا، يعني وسط السوشيال ميديا كله لأجل الكسب المادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقليل من عبادي الشكور إلا من رحم ربي. نشوفكم على خير. السلام عليكم. الأخوي نايف، بحكم عملي مدير تسويق واحتكاكي بهذا الوسط، كلامك صحيح 100%. مرت علي حالات كثيرة جدا تلاعب بالأرقام وتحايل من أجل الحصول على مبالغ وإيهام الناس. أحد الشخصيات عرض عليه عن طريق منسق، قال عنده 700 ألف ويطلب الرقم الفلاني، وأنا سبق جبت هذا شخصيا ب20% من المبلغ المطلوب، مما يدل أنه بعض الأسماء تزور